مصر مش كل الرعب بيبقى دم ولا صريخ ولا جريمة. أحيانا الرعب بيبقى وانت في بيتك وسط أهلك والنور شغال، بس في مرة تحس إن في حد مش المفروض يكون موجود. واللي هحكيه دلوقتي مش قضية ولا حكاية قديمة، ده موقف حقيقي حصل لبنت مصرية وقالتهولي بنفسها. البنت بتقول: أنا اسمي مريم، عندي 23 سنة، ساكنة في شقة عادية في منطقة شعبية هادية. عمري ما كنت بخاف ولا بؤمن بالحاجات دي لحد ما حصل لي حاجات وأنا صاحية. أول موقف، كنت قاعدة لوحدي في البيت، الساعة حوالي 2 الفجر، وباب الأوضة كان مقفول عليا بالمفتاح، وفجأة سمعت صوت المفتاح بيتفتح بالراحة. قمت من على السرير، قربت من الباب، وقبل ما ألمسه الباب اتفتح. استنيت شوية يمكن يكون حد جاي، ما سمعتش صوت حد ولا خطوات أي حد. قمت قفلت الباب ورجعت تاني على السرير وضحكت، قلت أكيد أنا متوترة، والموقف ده عدى عادي. تاني يوم كنت واقفة قدام المراية الحمام بسرح شعري زي كل مرة. لاحظت حاجة غريبة وأنا واقفة قدام المراية بالظبط. لقيت ظل بيتحرك وأنا ثابتة. قمت قفلت النور وجريت، ومن يوميها بقيت أكره المرايات بالليل. واليوم اللي وراه كنت نايمة عادي على السرير، حسيت ان السرير بيتحرك وجسمي مشدود جامد ومش قادرة اتحرك ولا اصرخ، بس سامعة نفس تقيل جدا جنبي وبالذات جنب وداني، ولا قادرة اصرخ ولا قادرة افتح عيني. وبعد فترة لقيت جسمي اتحرك وبحط ايدي جنبي، لقيت المكان اللي كان فيه النفس دافي جدا. وساعتها قلت لازم اعرف ماما كل حاجة حصلت لي. صحيت تاني يوم كان جسمي متكسر قوي، ولقيت ماما بتحضر الفطار، فرحت قلت لها: يا ماما، حصل لي حاجات غريبة قوي وانا نايمة. قامت ماما قالت لي: البيوت ديت بيكون ليها ناس ساكنة فيها، احنا مش لوحدنا. واتضح ان ماما من زمان كانت بتحس وبتسمع خطوات في المطبخ بعد نص الليل، وكانت برضك بتتجاهلها وتقول ممكن بتخيل او حد من الجيران. وساعتها ماما قالت لازم نجيب شيخ في البيت ويقرأ فيه. والتاني يوم ماما قالت لبابا وراح لصاحبه، وداه عند شيخ الجامع عندنا،
وجاب الشيخ قرأ قرآن عادي والبيت كان هادي لحد ما وصل لآية الكرسي. الله لا لقينا إله اللمبة إلا هو طفت الحي مرة القيوم لا واحدة، تأخذه سنة ولا نوم فساعتها كلنا له خفنا. ما في السماوات وما فالشيخ قال ما تخافوش، هو مش بيأذي بس هو موجود. كلنا اترعبنا بعد كلمة الشيخ دي، ومن ساعة ما قال لنا الكلام ده بابا قرر ان احنا نمشي ونسيب البيت. وقبل ما نسيب البيت بيوم بالظبط كنت بلم شنطة هدومي وسمعت صوت في اوضتي، مع ان الأوضة بتاعتي كانت فاضية خالص. وسمعت صوت بيناديني باسمي ونفس صوتي، ما كانش فيه صوت غريب، لأ ده كان صوتي أنا. قمت قفلت الشنطة بسرعة وطلعت جريت من غير ما ابص في المراية ولا اي حاجة. ولحد دلوقتي بعد ما سيبنا الشقة مش قادرة اطلع اي موقف من دماغي، ولا عارفة انام، واي صوت بسيط بيحصل لي بترعب منه. ويجي في بالي سؤال واحد بس، هل فعلا انا لوحدي ولا في حد معايا؟ دي كانت حكايتنا النهاردة، حصلت بالفعل للبنوتة. ولو حسيت ان في حاجة شبه اللي مرت بيها اكتب في الكومنت، لكن ما تحكيش كل حاجة. مش كل اللي بنسمعه يبقى إنسان.